السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة نجاة التعليمية. اليوم لدينا اختبار الثاني للفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية. قبل البدء بالحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة لنصل إلى 1000 مشترك. الوضعية الأولى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت إلى غاية يومئذ لله، يعني من بداية السورة حتى آخر السورة للآية 19. فلنقرأ الأسئلة الثلاث. أكمل السورة وإضبطها بالشكل. نضبطها بالشكل ونكتبها. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب اندثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت النفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، إن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. نقوم بضبطها بالشكل بلون مغاير. ثانيا، اشرح الكلمتان الثانيتان. انفطرت، غرك. انفطرت معناها انشقت، يعني إذا السماء انشقت أو انفطرت. معنى غرك هنا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. غرك ما خدعك وجه تعصي الله، يعني خدعك وجه تعصي الله. ننتقل إلى السؤال رقم 3. إلى ما ترشدنا الصورة؟ هناك العديد من القيم، لهذا سأذكر لكم بدءها. من مظاهر قيام الساعة تكور الشمس، يصبح البحر بحرا واحدا. للمحسن ومعاقبة السيء ضمان ما ستنتج إلا إما دخول النار أو الجنة. ننتقل إلى الوضعية رقم 2. الوضعية رقم 2: عرفت أن الملائكة مخلوقة من نور كلفها الله عز وجل جلاله بمهام عديدة، منها صلاة على المؤمنين والدعاء لهم. الآن نذهب إلى الأسئلة. استدل من القرآن صلاة الله تعالى على المؤمنين. هنا نستدل من القرآن. معنى نستدل أن نستخرج من القرآن. إذن هو الذي يصلي عليهم والملائكة ليخرجون من الظلمات إلى نور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه سورة الأحزاب الآية 113. أيضا من سورة التوبة: وصلى عليكم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم، الآية 103 من سورة التوبة. لقد يمكنك كتابة آية من سورة الأحزاب أو آية من سورة التوبة. الآن السؤال الثاني: ما هي الأعمال التي تجعل الملائكة تدعو للمؤمنين؟ بالشرح. قدم أيضا الشرح. هنا نذكر تلك الأعمال ونشرحها. أولا نكتب العنوان. من الأعمال التي تجعل الملائكة تدعو للمؤمنين هي: أولا تعليم الناس الخير. من أهم الأعمال التي تقرب المؤمن إلى الله عز وجل وتجعل الملائكة تدعو له
هي تعليم الناس الخير. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على المعلم الناس الخير. ثانيا، زيارة المريض. إن الذي يزور إخوانه ويتفقد أحوالهم تقوم الملائكة بالدعاء له، لما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا بكرا شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفرون له حتى يمشي وكان له خريف في الجنة، وإن عاده مساء شيعه 70,000 ملائكة كلهم يستغفر حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. والخريف هو التمر المخروف، أي الثمار التي نجنيها ونقصفها. وفي هذا دلالة واضحة على فضل الذي يزور المريض، فهو كمن يمشي في الجنة ويقتطف الفاكهة. ثالثا، المحافظة على الصلاة في المسجد، لأن الملائكة تدعو للمسلم الذي يحرص على الصلاة في المسجد، خاصة في الصفوف الأولى، وتصفو له. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تختلف صفوفكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا صفوفكم فتختلف قلوبكم. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. رابعا، الإنفاق في سبيل الله، فهو سبب دعاء الملائكة له بالبركة في ماله، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يصبح عابد فيه إلا من كان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إذن هنا ننهي السؤال رقم 2. السؤال رقم 3: استدل من الحديث النبوي صلاة الله على المؤمنين أو صلاة الملائكة على المؤمنين. هنا نختار 2. الملائكة سنذكرهما هما 2. أولا، صلاة الله تعالى على عباده هي ثناؤه ومدحه بحضور الملائكة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول الكريم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني يحب فلانا فأحبه. قال جبريل: فيحبه جبريل، ثم ينادي من في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثانيا، دعاء الملائكة للمؤمنين، أي دعاؤهم للمؤمنين بالغفرة والرحمة، لقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة والغلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقتهم عذاب جحيم. سورة عارف، الآية رقم 7. هنا ننهي الاستدلال من الحديث والاستدلال من القرآن. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. الوضعية الإدماجية يجب أن نحدد كثيرا العناصر. أولا، السند في زمن رسولنا